زائدا المشي حافي، هو اهم شيء في الموضوع كله المشي حافي، يحرق الدهون على طول اول باول، يشغل الغدد، الجسم اصلا مخلوق يدافع عن نفسه اصلا. لو مشينا حافين وحافظنا على الكلام اللي انا قلته باذن الله، انت قاعد تعطي اوامر للجسم انه يعالج نفسه بنفسه. يعني السمنه مش مرض، خلل. صحيح. مع الوقت سبحان الله تشوف اسبوع اسبوعين ما شاء الله الوزن ينزل والصحه تصير احسن والنفسيه تتغير وكل شيء يضبط، بس من يحافظ. طيب الطب الانعكاسي او الرفلكسولوجي هو عباره عن، باختصار يعني عشان كل مشاهد يشاهدنا الآن يصير سهل عليه الموضوع، هو عبارة عن خريطة في أسفل القدمين. نعم. يمكن احنا نشوفها دائما، كانت موجودة تعرض معنا على الشاشة بعد. نعم. هي عبارة عن أسفل القدمين وأسفل أو كف اليدين. كف اليدين. نعم. والأذنين. لو نلاحظ الحين خريطة. نعم. جميع أعضاء جسمك موجودة. لو نشوف حتى رسمة العين واضحة، القولون، المعدة، الكبد، كل أعضاء جسمك سبحان الله موجودة في أسفل قدمك. بالأصح أنها كشف وأنها علاج. يجيني يعني تحصل بعض الحالات بالتليفون يكلمني يقول أنا عندي ألم في الكعب، أقول له عندك كذا، عندي ألم في بطن القدم، أقول له عندك كذا. عندي أحيانا يجيك مثلا يعني أشياء غريبة، مثلا في صداع ويقول أنا آكل دائما دواء بدون ذكر الأدوية طبعا، أنا آكل دائما علاج الفلاني بس يروح الصداع ويرجع. أسأله وين الألم عندك في القدم؟ يقول عندي في بطن القدم. هذا يعني أن عنده مشكلة في المعدة عشان كذا يجيه صداع. وأحيانا صداع شقيقة ونصفية سبحان الله، بعد التدليك بأمر الله تشوف المشكلة اختفت. لو نشرح الخريطة عشان تصير سهلة للناس. نعم. تخيل أن إنسان واقف قدامك. نعم. الأصابع رأسك. نعم. رأسك بدون تحديد. والله عندي تعب في رأسي الأصابع. طيب تحت الأصابع تحت رأسك وش يكون موجود؟ بدون ما تشوف الخريطة. العينين طبعا. العيون. تحت رأسك. الرقبة طبعا. رقبتك وصدرك. لو تلاحظها هي اللي تحت الأصابع على طول. نعم. اللي هي الدرقية والصدر. نعم. والكتف. نعم. تحتها وش يكون؟ الأحشاء. الأحشاء طبعا. معدة، قولون، كلى، كل أعضاء جسمك في النص بالضبط. نعم. تحت في الأسفل اللي هو في الكعب الأمعاء بعد الأمعاء طبعا، الأحشاء تعتبر منها الأمعاء والقولون وكذا في النص. تحت. طيب في الكعبين اللي هي تمثل طبعا 99% مشاكل الجنسية. نعم. الدورة الشهرية، الإنجاب، آلام الدورة. يعني عندي جتني حالات آلام الدورة عند النساء الله يكرمكم في طريقة بسيطة، في الدعس على الصخر أو تكنيك معين تشوف الألم اختفى سبحان الله. ما تحتاج أدوية ولا كمادات ولا شيء سبحان الله. طيب المشط الداخلي اللي هو من الإبهام إلى الكعب. نعم. اللي هو الداخلي. نعم. داخل هذا يمثل العمود الفقري كامل. نعم. يعني في وسط الحبل الشوكي، في وسط العمود الفقري، آلام الظهر كاملة. أبو تميم مو موضح في الصورة العمود الفقري. أنت لو تخيلت المشط الداخلي اللي هو من الإبهام إلى الكعب. نعم. ومن الإصبع الصغير عشان يفهم الناس أكثر، هذا الإصبع الكبير اللي توه. الإصبع الصغير إلى الكعب. الجهة الخارجية الثنتين. هذه تمثل الكتف. الجنب، الورك، الفخذ، الركبة، الصفاق اللي هي منطقة الرياضيين في حالات الصفاق اللي يسوون فيها عمليات. بين الأفخاذ في النص. اللي يجي فيها يسمونها صفاق، يسمونها العضلة الضامة. نعم العضلة الضامة. جلسات تدليك بسيطة في القدم بإذن الله يقوم اللاعب ما يحتاج أي شيء ولا عملية ولا شيء بإذن الله. ما شاء الله. كلها بأمر الله، ثم ببعض الخطط اللي أو التكنيك اللي احنا نسويه سهل. قالوا لي طريقة العلاج للسمنة في الحلقة اللي طافت شرحت وقلت، ولكن يبون الشرح أكثر. بالسمنة بنقول الصداع، حتى الصداع طالبين منك. تفضل. طيب أول شيء السمنة قلنا احنا شرحنا دائما ان المشاكل الغدة الدرقية بالذات 80% من المجتمع. هذا كان نظرة لي انا والله اعلم، هذا من كلمة انا. طبعا مو مرض، مشكلة. تصير مرض متى؟ اذا اكتشفها المستشفى. احنا نعرفها قبل ما تصير. قبل ما تصير مشكلة، قبل ما تصير مرض هي مشكلة. اللي هي طبعا ضغوط نفسية لها اثر وكذا. طيب مشيك حافي مثل الطريقة اللي شرحناها مع الغذاء اللي مثل ما تقول انا ودي اشرح حتى الغذاء بسرعة بس فقرة ثانية. لا اخذ راحتك. الغذاء طبعا يكون اهم وجبه عندي الغداء، هي اللي فيها دسم دائما. هذا شيء سريع. اول شيء فطور يكون تمر ومويه او تمر ولبن مع الزنجبيل، عصير الزنجبيل، قطعه زنجبيل بحجم اصبعين تعصر وتوضع مع اللبن، و7 تمرات تؤكل الصباح، الا مرضى السكر على حسب ما ينصح من الدكتور، عدد تمرات محدد. ثانيا الغداء اول ما تبدون صح، كل صحن كبر كف اليد، صحن فاكهه تاكله وتخلصه، ربع موز، ربع تفاح، ربع كذا. صحن ثاني سلطه، اهم حاجتين في السلطه البقدونس والبروكلي. البروكلي طبعا بدون طبخ، يقطع تقطع. تاكل الشيئين هذه صار ثلثين بطنك اكلت يعني شيء مفيد وشيء حارق للدهون، ولا سديت نفسك، قدامك اللحم قدامك الرز كل اللي تبغاه. الا في حالات الناس اللي يواجه صعوبه انه ما لازم يستمر ما يقدر يوقف، هذا ياكل الفاكهه والسلطه قبل الاكل مثلا ب5 دقائق 10 دقائق، بحيث انه يجي ونفسه شبه مسدوده بس.
وزبادي قليل الدسم وخبز بر قبل وهذه طريقة العلاج؟ العشاء نعم. زائدا المشي حافي، واهم شيء في الموضوع كله المشي حافي، يحرق الدهون على طول اول باول، يشغل الغدد. الجسم اصلا مخلوق يدافع عن نفسه اصلا. لو مشينا حافين وحافظنا على الكلام اللي انا قلته باذن الله، انت قاعد تعطي اوامر للجسم انه يعالج نفسه بنفسه. يعني السمنه مش مرض، خلل. صحيح. مع الوقت سبحان الله تشوف اسبوع اسبوعين ما شاء الله الوزن ينزل والصحه تصير احسن والنفسيه تتغير وكل شيء يضبط، بس من يحافظ. طيب على الصداع، الصداع بندخل فيها مجال تفضل. طبعا مره واحده. الصداع طبعا اغلبه من الابهام اللي هو الغده النخاميه والمخ والمخيخ وكذا، والدماغ كلها في الابهام. المعده، هذا المعده. طيب. والاحشاء كامله اللي منها القولون، طبعا اليد اليسار يكون القولون. طيب نبدا ندلك، طبعا لو كان معنا تيله نقول كذا نضغط، ابدا اضغط، طبعا بشرح عشان الكاميرا. لما ابغى ادور فيها كذا انا قاعد اعطي امر ضغط. احس بوجع والله يعورني هنا، المكان اللي يألمني اركز عليه. يوجعني هنا يوجعني هنا، المهم اني اخذ في طريقه محدده اني ابحث عن الالم. وفي دائره معينه. ايوه. ابحث اصلا في الاساس في اي مشكله اصلا تبحث في اي الم، والله جاني مثلا صداع ابحث هنا ابحث هنا ابحث هنا، والله هنا الوجع اكثر، المكان اللي له علاقه في الموضوع صدقني بيجيك الم فيه. فلما تضغط بتشوف بعد ثواني سبحان الله راح الوجع باذن الله. طيب بالنسبه لمشكله الكتف الابهر اللي يشتكون منها كثير، برضو هذه هديه اقدمها لهم. نفتح الاصبعين كذا، نجيب اليد مثلا اليسار عشان مثلا الالم عندي في اليمين، ابدا اضغط الاصبع الابهام فوق والسبابه تحت وافرك فرك، بيكون في الم قوي. ايدك بس عشان بيشوفون. ابدا اضغط في الم قوي زي المسمار يسوونه او زي السكين تحس جوا. اضغط بقوه، اضغط بقوه، بعد 10 ثواني 15 ثانيه ما شاء الله ترفع يدك تشوفها ما شاء الله تغيرت، اقل شيء 50% من الالم راح. والحين في احد من المشاهدين اكيد قاعد يسوون لو جاء عادي كثير. تلقى الحين شيء. نعم. مهندس الصوت عندنا قاعد يسويها. طريقه القلم. تفضل. انا ما له داعي اسال، انت استرسل براحتك. هذه طريقه القلم، ابدا والله ابحث. هذا طبعا القلم مو موجود، مجرد بس يعني او عصا صغيره اي شيء، بس اقرب شيء القلم. ابدا ابحث. والله ما عندي وجع هنا، ابدا ادور هنا، ابدا ارجع هنا، اللي هو الابهام هذا برضه على الصداع تصلح. والله ما في الم، اقول اوكي، مثلا لقيت الم اغلب المناطق اللي يصير فيها الم هذه اللي هي مرتبطه بالمخ سبحان الله. ابدا اضغط وافك. طبعا دائما في المساج وانت تضغط تقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله دواء 99 داء، وفي الحديث الثاني تدفع 99 شر. وبالنسبه للطعام لازم ان ما ناكل الحار، ورد في الطب النبوي الغذاء اللي يجي مبخر هذا اللي ينبسط الواحد شافه تش. الرسول صلى الله عليه وسلم وصي بانه، انا ما اذكر الحديث بالضبط والله اني كتبته الورقه نسيتها ولا، بس عشان لو بحثته بالنت بيطلع لك انه يمحق البركه ويتعب الجسم. طبعا في علمنا احنا وفي غذائنا طبيعي، لو تاكل بارد اي بارد على لسانك بارد على معدتك يقلصها ويتعبها. اي حار ساخن جدا زي الشاي والمشروبات هذه، اي مشروب ساخن على الفم ساخن على المعده، اي صعب هضم في الفم صعب هضم في المعده، اي سهل هضم برضو سهل هضم. فيصير ميزان لك في بطن ابني تعبني غازات. صح. وسوت المساج لليد سبحان الله تقول ارتاح وطاب وجانا. شلون زين قول لي انا مساج ذبحوني غازات نفس الطريقه. زين. طبعا اليد اليسار بالذات لان اليد اليسار اللي فيها القولون. حلو. هي اللي هي القولون العصبي، ما يسمى بالقولون العصبي. ابدا ضغط ادهن تدليك عادي او ضغط. حلو. انت الحين لو تضغط تلقى الم هنا، اذا كان فيك غازات المفروض في الم، وجع زي يزيد معك شوي يزيد معك شوي. وعندك نفس المنطقه هذه بعد اللي هي المعده تحت السبابه برضو لها علاقه. فما شاء الله استفادت طفلها ونام. بالنسبه للنوم هذا الحين القدم، الله يكرمكم ما نشرح القدم طبعا كانها القدم، في منطقه تحت الاصابع هنا هذه الاصابع، وفي منطقه في النص تحت صحيح صحيح. بشرح على رجلي الله يكرمكم هذه وهذه هنا. طيب. عشان تصير واضحه للناس. هالنقطتين هذه سبحان الله تمسك الطفل كذا تضغط واحده بواحده، واحده فوق واحده تحت سبحان الله. القدم اليمين شوي بتشوفها خدر، قدم يسار شوي بتشوفها ثواني ما شاء الله، دقيقه بالكثير دقيقتين نجربها هذه على طول ما يحتاج، خاصه الاطفال اقل من سنه ما شاء الله. يا والله اللي اكثر اللي لهم حركه طلعوهم مشوهم في البر، خلوهم يركضون في لا تبي يلعب طلعه في حديقه، طلعه في برحه جنب بيتك خله يركض، حط له كوره وخليه يشوت حافي وانت بعد معه والله يروح الطاقه اللي فيه التعب يروح. لانه هو مسكين طفل عندنا شاطر يبغى ينمو. لما تمشي حتى يبي تغيير جو، انت تطور نموه، انت ما تمشي حافي تطور نموه، تفرغ شحناته الزايده اللي تروح كلها ياخذها اصلا من الايبود والبلاوي هذه كلها الالكترونيات هذه كلها تجي في راسه والبلاي ستيشن، بعدين يجيهم فرط في الحركه ويجيهم
السمنه ايضا هم في تأثر على المدرسه، الطفل. في السمنه، ويجي في المدرسه مثلا مشاكل ويتهاوش، كلها من عزله عن الطاقه. شوف يا عيال مثلا اقرب ناس لنا اللي هم اهل البر، صحيح. تلقى الولد راكد، لا قاعد الا ثقيل ما شاء الله كان رجال ما كان طفل. طيب استاذ عبد عندها الطريقه. استاذ عبد العزيز، يعني قبل شوي تطرقنا الى الديسك، ولكن الديسك في عده اماكن، في بالظهر، في بالرقبه. تكلمنا عن الظهر، ولكن الناس اللي تعاني من الرقبه. اسباب الديسك هنا المشكله اللي هو السباحه بالمويه الحاره، اذا ما تبخرت ولا ما يرتاح. صح. مع الجو، يعني مثلا دافي في السباحه بعد الشاور ابرده، يصير انت طالع للجو اصلا متاقلم ان جسمك مشدود، وتتنشف زين. كم مره كررها لازم تنشف، خاصه النساء مساكين يجي شعرها هذا من اثار ديسك الرقبه. لا، هذه من الاشياء اللي تسبب الديسك في الرقبه، وتسبب الديسك، تعدم العمود الفقري، وتسوي مشاكل حتى في القولون وفي الهضم سبحان الله، وفي العظام. يعني اشياء على مدى الحين ليش الواحد لو وصل 50 وصل 60 قالوا شيب؟ وين شيب؟ المفروض يوصل 80 90 يلا يبدا فيه. ليش؟ لانه خالف الطبيعه، صار هو اللي يضر نفسه. بسم الله. الشمعة طبعا مثل ما شرحنا المره اللي فاتت، تقدر تحمي، تسخن يدك، انت قاعد تعالج جسمك، نفس الشيء جاك صداع والله حط اصبعي، طبعا الاصابع هي راسك، تقدر طبعا في الشمعة ولا بالولاعه نفسها، اللي عنده ولاعه الحين بدل ما يدور شمعة. بعد الولاعه مالتك بعد نفس الشيء. الولاعه لك بعد. ما يحتاج. كم هي 70 ولا 100 بس؟ تقدر تسخنها طبعا. ليش استخدمنا بعد الشمعة؟ اول شيء استخدمنا الولاعه عشان تصير اسهل. ابدا اسخن، بس احد يحرق نفسه ويحط حرقنا وكلها من المتمين حرقنا ولا ابدا اسخنها. سخنتها طال عمرك في حراره تحسها داخل. صحيح. بعد ما تسخنها تبدا تدلك، تضغط، تدور الالم. هذا تسهل، تعجل بالفائده، خاصه لمشاكل الاحشاء والمعده والقولون هنا. اليد اليسار او اليمين، اذا كان طبعا الجزء اليمين يمين نفسه او اليسار. طيب في طريقه الشمعه هذه ممتازه جدا طبعا برضو للبشره. ابغى الحين البشره لما اجي استخدم الشمعه في العلاج هذا لازم اتاكد المس لمس، هل انا بحترق ولا لا؟ في فرق، في انواع من الشمع تحرق. صبيتها بيدي، حرارتي اللي انا حسيتها الان ابدا ادلكها. انت الحين لما تدلك انت الشمعه نفسها، في نوع من الشمع بعد يعتبر اكثر من مهم من شمعه مع انه كريم، لو حرقته وصبيته يصير مساج. موجود هنا، انا حصلتها بعد في الكويت. فلما تسوي المساج ما تدي حرقه يعني لا. وتستخدم على الظهر، تستخدم على القدم، الركبه ما شاء الله، لان الجسم يحتاج حراره. سبحان الله، اي حراره تسك الالم. انت لما تصبها صب نفس الشيء. بالنسبه للاكل طبعا جبت امثله مثل العسل. هذه الاشياء اللي انصح فيها، هذه اللي انصح فيها الصبح قعدت من النوم. اول شيء فكر فيه، عندك التمر، عندك اللبن، وعندك المويه، وعندك العسل، كل هالاشياء. هنا عندك حبوب اللقاح برضو من منتجات العسل. العكبر اسمها عكبر، الحبه السوداء نرجع مره ثانيه اسمها عكبر. وفي حبوب اللقاح، العسل وحبه البركه. شلون ناكلها؟ ما نخلط، انا ما عندي خلطات، لا اقول لك روح محل ويخلط لك، لا، ملعقه عسل اكلتها. او الافضل ان العسل بالذات تاخذ ملعقه وتحطها بماء وتحركها، يكون نص كاس ماء فاتر، ما يكون بارد ولا حار او دافي بس. هذا تاخذ منه ملعقه صغيره، العكبر تاخذ منه ملعقه صغيره، الحبه السوداء بس طرف لسان.